2 لتر حليب بقرة طازج. عندنا كيلو زبدة شورتنج بيضة خاصة بالأجبان. عندنا 350 جرام حليب خالي الدسم. عندنا اللي هو اللهم صل محمد 88 جرام ملح. عندنا 3 جرامات ونص سوربات كيلز، 3 جرامات ونص سوربات. عندنا هنا حاطينا 4 جرامات انزيم، حناخد منهم بس جرام الا ربع. وعندنا اللي هي مادة الرابط الجي دي ال، طبعا اللي هي اللهم صل محمد 63 جرام، 63 جرام مادة جي دي ال اللي هي ربط، هذه بتشتغل شغل الربط بالأجبان والألبان. طبعا مادة جي دي ال هذه يعني عندنا بغزة تطلبها من عند محلات الكيك اللي بيبيعوا أدوات الكيك، تطلبها من عندهم بيعرفوها. لكن في الدول العربية أو دول أجنبية أو كذا المادة العلمية إلها E575. تمام. زبدة الشورتنج هذه رقمها طبعا اللي هو 346. هذه زبدة شورتنج بيضة زي ما انتم شايفين وقاسية، خاصة بالأجبان. في زبدة شورتنج اللي هي الخاصة بالمعجنات لونها بيكون أصفر وأطرى من هذه. طبعا هذيك رقمها عالي، رقمها على ما أظن فوق 500، أما هذا رقمها 346. هذا طبعا ما بتعمل أي أضرار في الجسم. ليش؟ لأنها هذه بتشتغل بتسيح على حرارة الجسم. يعني لما أنت بتكون في الجبنة وبتاكل جبنة الفيتا هذه ما هياش مضرة للجسم. ليش؟ لأنها بتسيح في حرارة الجسم الطبيعية بالداخل، ما بتعمل إيش بنقول عنها، ما بتعمل دهون وبتتكلس وكزي الزبدة الثانية اللي بدها درجة عالية، أو الزبدة المهدرجة بدها إيش فيها بيكون دهون عالية. تمام. فلما بدك تطلبها بدك تطلبها بالشكل هذا، لأنه في المصانع ما بحطوها هذا، لأنه هذا غالي. هذا الكيلو تبعها 15 شيكل. كيلو زبدة المعجنات اللي هي على صفار طرية شوية حاجة 5 شيكل، وهذا اللي بوفر في الإشي. اللهم صل محمد. يعني عندك من شغلات كمان اللي بتصير يعني فيها مواضيع اللي هوش كذا، إنه هذا حليب خالي الدسم. تمام. حليب خالي الدسم، حليب خالي الدسم. برضك هذا الكيلو تبعه يعني 20 شيكل، النص كيلو تبعه 10 شيكل. تمام. بحطوا بداله في المصانع نشا. طبعا النشا قديش حق كيلو النشا؟ 3 شيكل الكيلو. النص كيلو النشا يعني شيكل ونص 2 شيكل، ده نص كيلو حقه 10 شيكل. فبيفرق. انت بتشتغلوا في البيت عندك وتحط شغلات انت بتكون عارفها طبيعية ممتازة. حليب خالي الدسم، زبدة مش مضرة، كل الموضوع اللي بنحطه موجود، فيش فيه ضرر. عندك انزيم ما تحطش خل، لانه الخل مضر في الاجبان، لانه مواد كيماوية مع الحليب والبكتيريا بيعمل يعني تسمم غذائي على المدى الطويل. طبعا في شغلات كمان يعني لما تشوف انت الان في جبنة الفيتا واحنا نصنع على الوجه بتصير شوية رغوة خفيفة، ما هياش مضرة. طبعا وضعنا 2 لتر حليب في الحلة. الآن زبدة الشورتنج عشان تدوب معنا بنقطعها قطع كثير صغيرة زي ما انتم شايفين. تمام. وإن شاء الله بعد التقطيع بنفرجك طريقة العمل بالتفصيل. هنا طبعا نقطع الزبدة قطع صغيرة عشان تذوب بسرعة ونضعها في الحليب. تمام. فقط في البداية حليب وزبدة، والحليب خالي الدسم هو اللي ايش بنحطه مع بعض وبندوبه ان شاء الله. طبعا في البداية حليب وحليب خالي الدسم بندوبه، بعدين الزبدة كمان. يعني انا الحين حطيت الزبدة، لا حنحط حليب خالي الدسم وندوبه ان شاء الله. هاي حليب خالي الدسم. طبعا الدوب كله حليب الدسم ما في ولا حاجة. شكلها طبعا دب حليب معنا كليا. هذه موجودة الحين زبدناها طلعنا بقطع شوية مفترض عن الحليب الدسم، تلونا حليب البقري ندوبه من هي، بعدين نحط الزبدة عليها. تمام. هيك نكون شكلنا انه الحليب كله داب ان شاء الله رب العالمين. ونكمل الزبدة الان عشان بعد هيك نقول ايش الخطوة اللي بعديها.
وهي زي ما انتم شايفين نكمل بقيت تقطيع الزبدة إضافة. طبعا زي ما انتم شايفين يعني احنا عملنا 4 جرام. طبعا مش محتاج ال4 جرام انا كلهم، يعني انا بدي 3/4 جرام. طبعا الميزان ما بيوزن 3/4 جرام اللي هو 75 ملي جرام من 100. فاخدنا 4 جرام حطيتهم. طبعا عملت عليهم 80 جرام اللي هو بالكامل من مية مع التذويب. لما ناخد جرام من ال80 جرام قديش بده يطلع لي جرام؟ 20. طب 3/4 جرام اللي هو 7.5 بصير 15. تمام. فاخدنا 15 جرام بالمية بالإنزيم جاهز عشان يجي معنا بالضبط، لأنه هذه الإنزيم العيار يعني كل 7 كيلو. طبعا لما نقول 7 لتر أو 7 كيلو طبعا ما تحسب الحليب لحاله. الحليب مثلا 2 لتر في 7 كيلو 4 لتر. زبدة شوزر 2 كيلو بصيروا 6. عندك اللي هو الحليب خالي الدسم بكون 700 جرام بصير 6 و700 مع الكلس مع الملح مع غيره مع كله بصيروا 7 كيلو. 7 كيلو لهم 1.5 انزيم. 1.5 انزيم. طبعا ما بزن الميزان، و7 كيلو كمية كبيرة، ما بدنا نعمل 7 كيلو كمية كبيرة، بدنا نعمل 3 كيلو ونص يعني. ف3 كيلو ونص قديش بتكون؟ جرام إلا ربع. فدوبنا 4 جرام واخدنا منهم جرام إلا ربع طبعا على الحسبة مع المية. 80 جرام مع المية اللي هو الواحد منهم بيطلع 20 جرام. 3/4 20 جرام 15 جرام صافي بكون انزيم مع المية 15 جرام. تمام. طب باقي الانزيم هذاك شو بنسوي فيه؟ بنحطه بالثلاجة. حيجي يوم تاني مثلا حنعمل جبنة حلوم إن شاء الله أو جبنة فيتا مرة تانية، يعني بتضلها معنا في الثلاجة شغالة 100% لمدة شهر كامل. ما في منها خوف. بنغطيها ونحطها بالثلاجة لوقت الاستعمال والحاجة معنا لمدة شهر. طبعا في مدة شهر حنعمل أي نوع من أنواع جبنة بنفعنا بنحطه عليها. تمام. الآن بدنا ناخد الحلة ونضعها على الغاز عشان نشغل فيها. طبعا هنا على حمام بخار ماء زي ما انتم شايفين. مية بالحلة الأولى بتكون سخنة، بنضع عليها الحلة الثانية تبعتنا. كنا عاملين عيار المية إنه مطف تطلع تكون هيك 100. تغلي عليها عيار الماء. بناخد تحريكة لها خفيفة وبعد هيك بنتركها على النار حتى تصل درجة حرارة 75 في بخار المية. طبعا خلاص ما بنحرك بعد هيك. التحريك بيكون كل فترة وفترة. لكن في طريقة ثانية، لو وضعنا الحل على النار مباشرة درجة الحرارة بتكون 65 مع التحريك المستمر بدون ما نقف بالمرة. بتكون ذابت الزبدة وكل شيء ذابت مع التحريك المستمر عشان الحليب خالي الدسم ما يترسب. أما على اللي هو البخار الماء هذا ما بترسب، بنتركه عادي بكل بساطة بضل لحد ما تصل درجة حرارته 75. على الغاز المباشر درجة حرارة 65. تمام. لكن طريقة البخار على حمام مائي بالطريقة هذه أفضل في الطعم من طريقة الغاز المباشر. احنا الآن بنديكم أفضل طريقة في الطعم وفي الفائدة كل شيء، لكن بنفع على الغاز المباشر. تمام. احنا بين كل فينة يعني بين كل شوي شوي نيجي بنحرك تحريكة خفيفة. طبعا أهم شيء الآن الترمومتر. الترمومتر لازم يكون لدرجة حرارة 75. انتبهوا لدرجة الحرارة، سواء ترمومتر الزئبقي، ترمومتر الرقمي، ترمومتر الحراري، أي ترمومتر المهم قد درجة حرارة مظبوطة. طيب كيف على الحلة ما بنستعمل التحريك المستمر، لكن لو انه حطينا الحلة او الطنجرة على الغاز المباشر ما بنقف عن التحريك ابدا. بنضل نحرك حتى ما يترسب الحليب بالاسفل. بس بالطريقة هذه ما بترسب، هذه 100% وبضل تمام.
طبعا عندنا وصل 50 الآن، النار لما تصير 75. الآن في أثناء وهي على النار نستنى درجة الحرارة، بنكون إحنا نجهز لأنه على النار بعدين ما في وقت نستنى. بنجهز اللي هو نايلون هذا البايركس، أو نعمل بايركسات تكفي الشيء. نحط عندنا كمان صحن صغير لما كفى هيك، شايفين كيف نجهزه، يكون جاهز مجرد ما ينزل إشي على النار ونصب فيه. تمام. طبعا نايلون هذا عشان لما نيجي نرفع مباشرة، ما يغلبنا القطع ونقص براحتنا. تمام يا اخوانا، هي أول واحد جاهز. طبعا هدول الاثنين يكون جاهزات. هيك جهزنا، وهيك كمان جهزنا عشان نصب. زي ما انتم شايفين درجة الحرارة طبعا صارت عندي 73، وهي الزبدة تقريبا ذابت كلها زي ما انتم شايفين. هذا آخر تحريقة نحركها، هاي 74، هاي 75. نص الغاز، خلص. طبعا الآن بالبلندر زي ما انتم شايفين هنضرب المعدل ربع ساعة لثلث ساعة. طبعا مش مستمر عشان البلندر ما ينحرقش معد ويخرب، كل فترة بتريح البلندر شوي، بس هيك نضرب فيه. ليش؟ عشان حتى ندوب جميع الدهون اللي هي الزبدة وما شابه كله ندوبه، ولما نضع الملح ونضع كل حاجة تدوب معانا البلندر، ما يضلها يضل منها أي ترسبات. طبعا زي ما شايفين البلندر بنحركه بعدة اتجاهات حتى ما يعني جميع الدهون تتذوب معانا. الآن بنضيف الملح مع التحريك المستمر بالبلندر. الآن بنضيف الكلس، هو الكلسة مع التحريك المستمر بالبلندر في جميع الاتجاهات. الآن بنضيف السربات. طبعا كل فترة بنريح البلندر حتى ما يعطل معنا. الآن صرنا 20 دقيقة نضرب البلندر زي ما انتم شايفين في جميع الاتجاهات، نضرب من فوق من أسفل من النفسين. طبعا 20 دقيقة طبعا زي ما انتم شايفين ما في أي أثر للدهون لا زبدة ولا أي شيء طبعا. والآن بنوقف ضرب البلندر بعد 20 دقيقة. طبعا هذه مادة الفوم يعني الرغوة بنشيلها بالمصفاة قبل ما نضيف عليها اللي هو الGDL مع الأنزيم. طبعا بعد ما تصفيه بنضيف اللي هي مادة الGDL مع اللي هو الأنزيم مع الحركة السريعة. بعد هيك بنسكبه في الصواني وبنضع مصفاية تحتيه مباشرة مع السكب حتى ايش يصفى. انا بديش اصفيه حنيته، بتلاقوا الوجه بكون في عليه شوية فوم. طبعا الان بنحرك معلقة خشب تحريك سريع. تمام، لانه الان بدي مساعد، ما بنفع لحالي، بدي الان اي مساعد معي ابني حيكون، عشان مادة الGDL
ومادة الإنزيم لازم ينزلوا مع بعض التنتين بنفس الوقت بنفس التوازن. تمام. وعندما ينزلوا من ضمن نحرك بسرعة مدة 5 ثواني فقط لا غير، لأنه إذا طولنا بتجمد الجبنة معنا. 5 ثواني وبعد هيك على طول مباشرة على الصواني اللي احنا أعددناها تكون جاهزة. وحتشوفوا قديش حتقعد المدة مباشرة، يعني بعد 10 ثواني حتكون جندة اللي هي جبنة الفيتا. الآن شوف، الآن هاي بحرك بسرعة بدو ننزل هاي التنتين مع بعض. بس 5 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعطينا العافية. مباشرة. الباركس الثاني عديناه. إذا في إشي خلاص بنوقف. الآن نزلناه، في ضل باب ترسيب خفيف لأنه ما بكون تاب بسرعة، ما في مشكلة، عاملين حسابهم ما ينزل في البايركس. حين بركز زي ما انتم شايفين هيك، يعني 10 ثواني 15 ثانية هتلاقيها صار جبنة فيتا وجمدت. شوية رغول على الوجه هاد ما في منها أي مشكلة. الآن التصوير أنا ماني موقفه، هاي تصوير معاكو حتى تحسوا بالضبط قديش حتكون جبنة الفيتا، تكون جمدت فيها وصارت ايش بدها تتقطع. شايفين كيف؟ هذه هي تقريبا جبنة الفيتا. هيك شوي حنقطع فيها مرحلة أولية، وبس تبرد نحطها في الثلاجة. طبعا بعد 8 ساعات بيستطيع الواحد أو بيقدر الواحد إنه يأكل منها. قبل 8 ساعات ممنوع. 8 ساعات في الثلاجة، بعد هيك بناكل منها إن شاء الله. خلي التصوير عبين ما نقطع بالضبط شوفوا إنها جمدت 100%. ودي يعني هيك التصوير شوي خلينا نعرف نقطع. شايفين كيف جامدة؟ ما قديش تقريبا نص دقيقة كانت هي جامدة. هاي البركس الثاني نعمل نصين. طبعا ما بنقص النايلون من الأسفل، بس خفيف عشان لما نيجي نرفع. هيك طبعا جبنة الفيتا هيك جاهزة، بس تبرد الآن. بنضعها بالثلاجة 8 ساعات. بعد 8 ساعات تكون جاهزة إن شاء الله للأكل. طبعا هيك أنت بتشتغل شغل صحي، شغل في البيت أنت عارفه. ميزة الشغل اللي أنت ما بتكون عارفه بكون موجود لك فيها زبدة مهدرجة، زبدة رخيصة، نشا. لا أنت هيك بتشتغل بشغلات فيها فايدة، كلها فايدة فوايد. وفي السعر كمان هيك تقريبا يعني نص ثمن زبدة الفيتا اللي أنت بتشتريها من السوبر ماركت.
كل المواد اللي انت شفتها الآن عملت معنا 3 كيلو ونص جبنة فيتا. جبنة فيتا، يعني الآن هذه الباركس والتاني هدول 3 كيلو ونص. تمام، وصحة وعافية. طبعا الآن جبنة الفيتا مر عليها 12 ساعة تقريبا بالضبط. الآن صار حصلت الأكل، احنا قلنا صار الأكل بعد 8 ساعات. طبعا طلعناه من الثلاجة زي ما انتم شايفين. الوجه هذا وجه الفوم اللي هي بنقول عنه الرغوة. إذا أنت بدكش الرغوة تطلع بالمرة، يعني تكون معك، بتدير بتصب من الحل اللي هي الطنجرة على المصفاية مباشرة، بس بسرعة. ما بكون يعني لما نقلبها حتلاقي منظرها حلو، والفوم هذا ما بأثر بالمرة، مش زي المصانع. المصانع الفوم هذا حتى ما يروح منها خسارة. بتضع عليه مادة، طبعا المادة هذه مضرة جدا للإنسان. انت هيك ما بتحط على المادة هذه، والفوم هذا لما يكون موجود ما بأثر على صحتك بالمرة. ولو سقطها عشان الشكل والمنظر ما في مشكلة. الآن حنقلبها على صينية عشان نقطع ونفرجيكم طريقة الحفظ. وطبعا بتضلها هذه صالحة 3 شهور كاملات. طبعا نعم بخير. احنا طبعا ما بتضل عنا، طبعا هذه عنا تقريبا يعني بتقعد 3 4 أيام بتكون انتهت من لذاذتها وزكوتها يعني، وطعم لذيذ وزاكي يعني وطبيعي. تمام، الآن نقلبها صينية ونفرجيكم كيف طريقة التقطيع. نضع الصينية، طبعا نمسكها كويس، تقلب معك بكل بساطة. طبعا زي ما انتم شايفين الآن المنظر له في الشيفون ناعم ملس زي اللي تشتيها بالضبط، مفيش فيها مشكلة. الآن نقطع إن شاء الله جبنة. طبعا ما فيها مي بالمرة، ما بتطلع مي بالمرة. جبنة صافي كلها بتاخد 3 كيلو ونص جبنة فيتا كاملة، ما فيها أي مي. والآن حنقطع في صحن ونقدم، نعمل فطور لذيذ وزاكي. شايف كيف تطلع معكم القطعة. مش طريقتي. طبعا هيك جهزنا فطور الآن نفطر فيه إن شاء الله. واللي زاد الآن بدنا نحفظه. كيف نحفظه؟ يا للطرق، يعني هاي كما هو بالصينية. توقف شوي. هيك بناخد هذا على الثلاجة، وهنا البرقس الثاني جاهز كمان على الثلاجة. بنخزنهم بالثلاجة بس بدها صلاحيتهم 3 شهور. طبعا الآن عشان نفطر لا تنسونا من دعواتكم طبعا، ولا تنسوا الاشتراك وزر اللايك، وراح اضع لكم روابط اللي هو الجبن المطاطية تبعت الحلويات ورابط الكنافة النابلسية ان شاء الله. السلام عليكم.
منها؟ ايه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طعم رائع لذيذ، صحية، ما فيها أي مضرة إن شاء الله رب العالمين. فطور لذيذ، صحة وعافية على قلوبكم.